السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي. الاتحاد المغربي للشغل يعلن فشل الحوار الاجتماعي هذا العام، منددا بمناورات أرباب العمل. قال الاتحاد المغربي للشغل إن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمغرب بات يطبعها جو من الإحباط والاحتقان جراء الغلاء الفاحش غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للأجراء ولأوسع الشرائح الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية. وانتقد الميلودي مخارق الأمين العام لنقابة اليومتي عقب اجتماع للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اليوم الأربعاء بالمقر المركزي بالبيضاء عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها من خلال الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي وفتح المفاوضات القطاعية. كما سجلت قيادة النقابة بامتعاض شديد فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، وحملت الحكومة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي. حتى لو فشل هذا الحوار، وحتى لو فهمتم ذلك وأفهمتمون ذلك، فماذا أنتم فاعلون؟ شنو ممكن هذه النقابة أنها تدير بعد هذا الاستيقاظ المتأخر؟ للأسف الحكومة أصبحت مطمئنة لردة فعل الشغيلة، وعارفة بأن النقابات ولو أنها تدير اللي دارت ما كاينش اللي غادي يدوي من غير الكلام والشجب. احنا فهمنا باللي الحوار فشل لأنه بطبيعة الحال لا يستجيب لمطالب الشغيلة. احنا فهمنا باللي الحكومة رفضات الزيادة في الأجور ورفضات 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 ورفضات، ولكن ماذا بعد؟ واش صافي الحكومة رفضات خاصنا نربعوا يدينا ونعلنها صراحة بأن الحكومة رفضت وصافي؟ واش دور النقابة هي تخرج وتقول للشغيلة بأن الحوار فشل؟ صافي هنا ينتهي دور النقابة؟ من بعد هذا الوقت كله، من بعد هذا الانتظار كامل، كيجيو كيقولوا لك الحوار فشل. الشغيلة تعاني مع الزيادات، الشغيلة تنتظر أنها تسمع الخطوات المقبلة التي تعتزم النقابة اتخاذها. أما الفشل فالشغيلة تعرفه، وكانت تعرف أن ما بني على السرية وبعيدا عن أنظار الشغيلة لا يمكن أن يستمر، وهذا ما حدث بالفعل. الشغيلة تريد خطوات فعلية لأنها تعيش أوضاعا مزرية. الشغيلة ما بقاتش باغا اللي يجيب لها أخبار ديال اجتمعنا وقلنا وقالت الحكومة وافترقنا واتفقنا وقلنا. الشغيلة بغت حلول عاجلة، وبغت نقابات تدافع عن الحقوق وتتصدى لأي محاولة للإجهاز عن المكتسبات، نقابات تكون في صف قواعدها دائما. ولكن مع ذلك لن نيأس ولن نمل من مناشدتنا للنقابات أن تعود إلى سلك طريق النضال، لأنه هو الوحيد أو هو الطريق الوحيد لتحقيق المطالب. نتمنى أن نرى نقابات بتلك الحمولة التي كنا نسمع بها في السبعينات، وبتلك القوة التي كانت بها في السابق، وتكون عندنا نقابات لها وزن بالفعل، لها وزن تفاوض مع الحكومة، ولها وزن أيضا في الحصول على مطالبها. شكرا على المتابعة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.